السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم ستكون هذه المقاطع خطط وأفكار للمعددين كيف تعدد، وأرجو من الأخوات الخروج الآن وعدم رؤية هذه المقاطع. طبعا سأدعي الله سبحانه وتعالى كل امرأة ترى هذه المقاطع تستمر الآن برؤية المقاطع، سأدعي عليها أن يتزوج عليها زوجها. أما من تخرج الآن لن ندعو عليه. حياكم الله إخواني الرجال وأهلا وسهلا بكم. أردت أن أبين لكم بعض الحقائق وبعض الأفكار وبعض الخطط، وهي اجتهادات مني، ربما أخطئ وربما أصيب. بداية أخي الرجل لابد يكون لك هدف بالتعدد. يعني من الناس من هدفه بالتعدد تكثير النسل، ومنهم الإحصان، ومنهم من زوجته الأولى لا تكفيه، ومنهم من يعف. ونسمع عن البعض أنهم يقولون للمعدد هدفك الشهوة، وهذه ليست بعيب يا أخي، أنا صرفتها في الحلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. هذه لكن لا أنصح أن يكون التعدد فقط لشيء مرحلي، مثل خلاف مؤقت هو زوجته، أو لأنها الآن هي في النفاس في الأربعين ويريد أن يعدد. هذا تعدد. ستسمع من يقول لك النساء واحد، لا والله لم هو صحيح، والله فرق كما بين السماء والأرض، كما بين الليل والنهار، فبعضهن الثرى وبعضهن الثريا فيختلفون. ونصيحة: إذا الزوج مرتاح مع زوجته ارتياحا كاملا ولم يعطيها حقوقها، أو كان مشغولا انشغالا كبيرا، أو وضعه المادي صعب، لا أنصحه بالتعدد مطلقا، بل يبقى مع زوجته. لأن التعدد أحيانا يكون واجب على الإنسان، بحيث يكون يخشى عن نفسه من الحرام، وأحيانا يكون مباح، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون محرم على الإنسان. واعلم يا أخي الفاضل أنك إذا سلكت هذا الطريق غالبا ستجد السب والشتم والكلام والقصص المختلقة عليك، فقوي قلبك في هذه المرحلة، فتحتاج إلى قوة. ونصيحة لك: إذا اخترت زوجة فاختر فتاة صغيرة جميلة لتجدد حياتك. نصيحة. الله يستر، الله يستر. معلش كان في شيء وعدى الحمد لله. المهم إذا اخترت واحدة فاختر صغيرة جميلة، لأنك كأنك أبو زيد ما غزيت. إذا أخذت واحدة كبيرة ولا واحدة عجوز، وش الفائدة؟ إلا في حالات، يعني مثلا واحد يتزوج مثلا زوجة أخوه اللي توفي، أو امرأة كبيرة رحمة بها، أو أنه امرأة ملتزمة وراد أن يحصن، هذا شيء ثاني. وإلا لو يعني تزوجت امرأة أقل من الأولى، مثل اللي عنده مثلا سيارة كورولا وبعدين راح يشتري ونيت، وش الفائدة؟ لا، اشتر بي ام دبليو حتى تحس بالفرق وتحس. ونصيحة: إذا اخترت امرأة وحددتها وجدت المواصفات اللي تريده، اجعل الأمر كتمان، لا تخبر أحد، حتى أصحابك، لأن بعضهم يخبر زوجته وزوجته تروح تخبر. وحتى أهلك لا تخبرهم، إلا إذا كان عندك مثلا أخ تثق فيه، أو أبوك أو أمك يتفهمون الوضع. أما إذا كانوا يضعفون لا تخبرهم. نصيحة: اجعل الأمر. وأفضل وقت للإخبار بعد العقد، بعد أن ينتهي كل شيء وتضعهم أمام الأمر الواقع. حتى زوجتك تخبرها إذا كانت عاقلة، وإذا كانت عاطفية لا تخبرها إلا في البداية، أن تطرح الأمر كاستشارة. إذا رأيتها متعقلة وفاهمة تخبرها بالتدرج مع الكلام اللطيف. أما إذا كانت عاطفية وبكت، قلت لا لا لا، فقط أردت أن أسألك سؤال كذا. حتى لو زوجتك سمعت بالخبر وبكت بكاء شديد، أنكر أنت الأمر يا أخي. يجوز الكذب على الزوجة إذا كان بقصد الألفة والحب بينهم، فلا تخبرها بشيء ولا تضعف، وكن حازم ومن البداية. وإلا إذا أنت ما فيك قوة وما فيك رجولة، لا تقدم على التعدد يا أخي. واحد يوم بكت زوجته بكى أمامها، إيش هذا العفو؟ وبعض النساء ذكية تسلط أطفال عند زوجه ويبكون عنده كأنه مسوي كارثة وكأنه سوى جريمة. يا أخي أنت قدمت على شرع الله سبحانه وتعالى، لا يهمك. ويا أخي لا تضعف، أنت رايح شرع الله سبحانه وتعالى، غيرك يسافر يمين يسار للحرام. ارفع رأسك فوق، أنت رايح شرع الله سبحانه وتعالى، ما سويت جريمة ولا كارثة ولا سويت ذنب. وبعض النساء تجيب لك قصص مختلقة: فلان اللي عدت صار كذا، وفلان أكثر والله أفلام هندية، والله عايشين أحسن عيشة ومستانسين ومبسوطين ولاقين الحلاوة، وأنت عايشين لي وبعض الناس يقول ما بيهدم بيته الأول، وزوجته لا تكرمه ولا تنام عنده ولا تريحه، ودايم عند أهله. يا أخي أنت بيتك مهدوم أساسا، هذا ما هو بيت، هذا بيت خرطي هذا. شوف، إذا جيت تقدم على التعدد، أول شيء أمن أولادك. جيب شغالة، عشان لو زوجتك الأولى ترمي عليك أولادك وتطلع إلى بيتها، لما عندك شغالة تمسك أولادك، ما تبلش فيهم توديهم لأمك. الأمر الثاني: كن حازم من غير قسوة. عندما تسمع كلام من هنا ومن هناك، حتى زوجتك الأولى تحملها في حدود، طبعا إلا ما يكون في انتقاص لرجولتك، تحمل منها كل. أن تحمل زوجتك في كل كلمة تصدر منها، وضع أعصابك في ثلاجة، ومهما تقول قل أنت حبيبتي وأنت أم أولادي، والله ما استغني عنك، حتى لو قالت طلقني بالله والله ما أقدر. أما زوجتك الأولى فلا تخرجها من البيت، وإذا قالت اذهبي إلى بيت أهلي لا تذهب بها، لكن لو ذهبت هي بنفسها